السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنصاوب معكم الفقاس رولي بالكركاع وبالكونفيتور. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر وشكرا. وإلا كانت هذه اول زياره للقناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نوصل الطريقه والمكونات ديالنا رولي بالكونفيتير والكركاع. عندي بالنسبه للعجينه عندي جوج ديال البيضات وبيضه غنحتاجها باش ندهن بها الفقاس من الفوق. عندي هنا 100 غرام سنيده، ما يعادل كاس الا ربع ديال السكر سنيده هانتوما شفتوا. عندي هنا الزيت نصف كاس الا ربع، ما فايتش النص ما نقصش على النص. عندي كذلك نصف كاس شويه ديال العصير البرتقال اللي استعملت ديال درهم. عندي خماره من فئه 100 غرام، قرصه الملح، الكونفيتور للتزيين مع الكركاع واحد 10 دراهم مطحونه او مهرمشه على هذا الشكل، ما مصهد ما والو. عندي 400 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 19 معلقه عامره منها بهذا العبار. ندوزو للطريقه. غناخد هذا البول درت فيه جوج بيضات، غنزيد فيه قبصه الملح بسم الله. من بعد ما درت السكر سنيده غنخلطو مزيان حتى تذوب ليا سنيده. انا هنا غادي نزيد الفاني باش تحيد لي ريحه الزفوريه ديال البيض. وغنزيد نخلط وغنزيد الزيت، عصير الليمون. ماشي بالضروري ديروا هذا اللي كيتباع ديال درهم، ممكن تعوضوا بعصير الليمون الا عندكم في الدار. انا ما توفرش عندي. غنخلطهم مزيان، غنبدا نزيد الدقيق شويه بشويه تيتخلطوا ليا. من بعد ما تخلطوا لي المكونات كاملين بالسوائل غنزيد الدقيق يكون مغربل ديال الحلوه، وغادي نزيد خماره فيها 8 غرام وغنخلطهم. دائما الدقيق واخا تنحدو الكميه ولكن تيبقى على حساب البيض، يا اما نزيدو يا اما نقصو. العجينه غنحصلوا عليها تكون طريه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين، حيت مازال غنطلقوها بالمدلك. الخليط يتجمع لي شويه عاد نستعمل يدي. بالنسبه ل 400 غرام ما كفاتنيش. بالنسبه للخليط غادي نزيد واحد 2 معالق. دائما كما قلت لكم على حساب النوعيه وعلى حساب البيض. هنا زدت 2 معالق. هذا هو القوام ديال العجينه اللي غنتحصلوا عليه على هذا الشكل طري، في نفس الوقت ما كيتلصقش لنا في اليدين. هانتوما دابا غنقسموه على جوج وغادي نسرحوه باش نزينوه بالكركاع والكونفيتور. رشيت هنا الدقيق وغادي نقسم العجين ديالنا على جوج كويرات متقادين ومتساويين. اللي بغى يضاعف الكميه يضاعفها على هذا الشكل. غنطلق الكره الاولى ضروري من الدقيق باش ما يلصقناش باش نكونوا كنلويو. غادي بسم الله نقول على شكل مستطيل. الوقيته
الفران يكون عندنا كيسخن، غنسرحوها مزيان على شكل مستطيل. بهذا الشكل نحاولوا نقادو يجيونا واحد المعلقه. غادي نحاول نوزع هاد الكونفيتور. نتوما ممكن ديروا كاوكاو، ديروا اللوز، ماشي ضروري الكركاع. نقسم باش يكفاني هكا. نفس الطريقه غنديروا الكريسه الاخرى اللي بقات لنا. على هذا الشكل نديروها مزيان ونوصلوا الكونفيتير للجناب. غنرش عليه الكركاع، نحاول نوزعو مزيان. هكا انا قسمت الكميه ديال الكركاع على جوج. غادي نحاول نلويه. كما قلت ديك الجهه يعني غترجع لتحت. هكا غدوز نقاد العجينه الاخرى بنفس الطريقه. هنا من بعد ما حربت الفقاس ديالنا كيجي على هذا الشكل. انا دابا غناخذ صفر بيضه، غنزيد عليها شويه د الخل باش ما تعطينيش الريحه. ممكن تزيدوا حتى قهوه سريعه الذوبان. غنخلطوه مزيان وغندهن بها الفقاس ديالنا. غندخلو الفران وغادي نخليوه من بعد ما كان سخون. ما غنسدوش عليه الباب، غنخليوه منفس شويه او مبسم كما كنقولوا. فاش يطيب غنخرجوه ونغطيوه حتى يبرد واحد الساعه حتى لجوج سوايع كاع. غادي نحطو فوق منه دوك الخطيطات اللي كنديرو دائما للفقاس. هو الفقاس من بعد ما خرجتوه من الفران كيجي على هذا الشكل. واخا مشقق ماشي مشكل، غادي نغطيه بالزيت فازك حتى يبرد واحد الساعه هكا. بعد ما بردنا الفقاس كيجي على هذا الشكل. جيت نخدم طرونشوار لقيتو مهرس ليا، ولكن غادي نحاول نقطع بهذا. من قبل وانا قطعت جربت لقيتو كيقطع ليا. غنقطعو مايل باش يجيني الفقاس كبير، اما الا قطعتوه هكا بالعرض غيجيني الفقاس صغير. غنحاول نقطعو رقيق بسم الله وغنحطو يتحمر. كيجي على هذا الشكل، كيجي رطب ما كيجيش بحال الفقاس العادي اللي كنديرو هو مقرمل كيبقى هذا رطب.
حتى كيدخل الفران عاد كيتقرمل لنا على هذا الشكل. ضروري الموس يكون ماضي ولا طرونشوار. صراحه انا كنفضل هاد الطرونشوار تكون تقطيعه واحده وكيكون ماضي. انا غنستمر بنفس الطريقه حتى نقطعو كامل. هذا هو الفقاس من بعد ما قطعته. بصراحه ما فيه لا قصور لا والو حيت هو اصلا كيكون رطب. على هذا الشكل انا غندخل الفران اللي يكون مسخن والعافيه مهيله ونخليه يتحمر على خاطرو باش يعطينا نفس اللون. هانتوما هذا هو الفقاس ديالنا من بعد ما قطعناه وطيبناه. كيجي بصراحه معلك وبنين. حتى داك الكركاع كيزيد ليه لذه. ممكن تعوضوا كما قلت لكم الكركاع باللوز ولا الكاكاو. المهم اي حاجه كتعجبكم. نتمنى تجربوه. كما شفتوا واخا الفقاس طرطق لنا ولا تشخ كما كنقولوا ماشي اشكال واخا كنا كنقطعوه ما تفرتت ما والو حيت هو اصلا في القطعه كيجي رطب. نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم وشكرا.